العقلية بارك الله فيكم، أنكم تقولون أنهم يعني نظريات وما أدري كيف، حتى نحن عندنا نظريات وعندنا عقول كمسلمين. أولا نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة، نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة، واضح؟ ركزوا معي. هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ انت حمار، انت شايف فين؟ خلاص طب خلاص انا فاهم، قول بقى كمل. تدور تأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور، فكيف تصل إلى الصين؟ جرالك انت سافرت بلاد بره ولا عملت ايه انت، ولا رحت فين؟ رحت فين انت؟ قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده، قول كده، قول لي ثاني من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من البيت المعمور. أين البيت المعمور؟ في السماء السابعة، محاذاة إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام لو سقط على إيش؟ على الكعبة. أنتم تقولون الأرض تدور، طيب لو سقط هذا والأرض تدور ما يسقط على الكعبة، يسقط في البحر أو يسقط في المحيط أو يسقط في البر، هكذا. هذا يدل على أن الأرض ثابتة، أن البيت المعمور لو سقط يسقط ما إيش؟ مباشرة محاذاة الكعبة، يدل على أن الأرض ثابتة. وهذا يا أخوان يعني أنتم مباشرة إذا يعني لا يأتي شخص ويقول كذا وكذا وكذا ونطير به، عندنا نصوص ثابتة وعندنا علوم شرعية نرجع إليها. ولذا الغرب، وهذا مما يعني توسع فيه بعض الناس من الإعجاز العلمي وكذا، وانظر إلى القرآن يفعل كذا وكذا، يقول هذا مذكور في القرآن قبل 1400 سنة وكذا. طيب لماذا لم تكتشفوه بما أنه في كتابكم من 1400 سنة وأنه كذا وكذا؟ قالوا صعدنا إلى القمر وما صعدوا إلى القمر ولا شافوا قمر، وكله صنعوه في هوليود مدري فين، وقالوا خرجوا إلى القمر ولا شيء، ونحن صدقناه. ايه ده؟ السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها، مخه بقى ففاه وجزمته بقت في دماغه. مش انتوا ليه يا ابني؟